Ibu dan anak Palestina yang diamputasi berharap mendapatkan perawatan di luar negeri. Saya menunggu hari di mana penyeberangan perbatasan dibuka, sehingga kami dapat menerima perawatan di luar negeri, kata ibu Palestina, Marwa Abu Zaida sambil berbaring di tempat tidur di samping putranya, di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di kota Gaza, wilayah Palestina, setelah mereka berdua kehilangan anggota tubuh di Gaza, sebuah pemogokan. Ketua UNRWA, Philip Lazzarini, pada hari Selasa memperingatkan bahwa 10 anak per hari kehilangan satu atau kedua kaki mereka dalam perang di Gaza, Palestina. ايش بدك تصير انت؟ باستهداف صاروخ لمنزلنا، وعلى اثر هذا الصاروخ بكرة بكرة رجلي الشمال وايد الشمال وحروق كانت تقارب الجسم مع شظايا في اعضاء الجسم الاخرى، يعني رجلين والايدين. بستنى في اليوم اللي يفتح فيه المعبر نحن نطلع ونتعالج برا. ما فيش امكانيات نهائي، حتى مسكن ما فيش يعطيك مسكن. اثناء عمل طواقم الدفاع المدني في الميدان، في كل عمليه استهداف تنتشر الطواقم عدد من الاطفال. عدد من هؤلاء الاطفال الذين يتم التعامل معهم هم لاطفال مبتورين، اما الاقدام او الايدي، وفي بعض الاحيان يصل حاله البتر الى يعني اقصى منطقه في اليد او في القدم، وهذا طبعا تاكيدا لما قاله المفوض العام. وايضا في الكثير من الاحيان يعني نخرج الاطفال عباره عن اشلاء. على طيلة العدوان وأيام العدوان المختلفة تصلنا يوميا حالات كثيرة من الأطفال والنساء وكبار السن الذين فقدوا أطرافهم بسبب الإصابة المباشرة أو بسبب الشظايا المتفتتة التي أدت إلى قطع الثروة الدموية على الأطراف، مما يضطرنا إلى بتر هذه الأطراف. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.